صبح صبح يا عم الحاج، هبدأ معاكم سلسلة جديدة اسمها كلوب العتمة، ودي سلسلة المطاعم اللي محدش يعرفها، المطاعم اللي لسه فاتحة جديد، ولو حلو هنقول اسمها ولو وحش هنقول اسمها برضه، مفيش نقاش يعني. تعالى نفتتح السلسلة دي بمطعم اسمه كوينة، موجود في دوران ال 47 جنب السويدي، بيعمل أكل ياباني وأكل إيطالي وبرجر اللحمة والفراخ. يلا بينا. جبت من عندهم الأكلة اليابانية الشهيرة اللي اسمها دوريه، بتبقى عبارة عن رز أو مكرونة معاها فراخ أو لحمة. جبت من عندهم بيتزا ايطالي نصها رانش ونصها كوارتر فورماجيه. كوارتر فورماجيه ده عباره عن ايه؟ يلا بينا نشوف. تعالى نبتدي معانا بالدوريه. دي منظر الدوريه، جايبها نص فراخ ونص لحمه. يلا نجرب. يلا بينا نبتدي بالفراخ. هو مبدئيا كده بالنسبه لي كميه الفراخ تحترم. معلش يا جماعه نسيت اقول لكم ان الدوريه دي عامله 90 جنيه. مبدئيا كده النص بتاع الفراخ ده اوف الفراخ كميتها كويسه، طعم المكرونه كويس، في صوص حلو يعني كويسه، يعني هي تندرج تحت بند الباستا في الاخر. لا بس هي عجبتني، يعني جامده قوي جامده قوي ككميه وجامده كل حاجه الصراحه. تعالى بنجرب على اللحمه. انا شايف ان الكميه حلوه يا جدعان قوي.